طب يلا يا بنات، لازم نصور اللحظة الحاسمة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير جميعا وفي أتم صحة وأحسن حال. أنا رحاب يحيى ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة ما تنسيش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان بإذن الله قناتنا تكبر بيكم. بصوا بقى، فيديو النهاردة إن شاء الله كان لازم يكون مجمع. الفيديو ده كان مجمع من فيديو كنت عاملاه السنة اللي فاتت. ده كان هيكون بداية شغل كده في قناتي، وعلشان أخلص يعني حاجة كنت يعني جاية لكم منها مفاجأة. صحيح المفاجأة دي كانت يعني تخصني، بس طبعا إيه، كنت حابة بقى إن أنا أشارك معاكم تفاصيل بقى المفاجأة دي، وهعمل إيه وهوصل لإيه، وبحيث إن كل حاجة كانت تبقى مدونة في القناة بتاعتي. ودلوقتي بقى هحكي لكم نبذة مختصرة جدا من اللي حصل معايا. لف على بقى الدايره دي. هنفك الحبال دي وهنشيل طبعا احنا مش هنقول دلوقتي ايه اللي هنعمله. وقتها ما كنتش يعني حابة اقول لكم انا هعمل ايه، وكنت حابة ان انا اخليها مفاجأة. طبعا المفاجأة دي كانت هتبقى جاهزة رمضان اللي هو اللي فات. قبل رمضان اللي فات كانت هتبقى جاهزة. فحصلت معانا بقى شوية حاجات كتير عطلت المواضيع دي. بصوا بقى، اللهم صل على سيدنا محمد. السطوح ده احنا بنيينه او محوطينه لنا سنين، وعاملين فيه اوضه. كنا الاوضه دي حاطين فيها يعني كراكيب وخزين، اي حاجه كده معانا نحطها فيها، بحيث ان شقتي دي ضيقه. فاحنا بنينا المحاوطه دي وعملنا الاوضه دي من قبل اصلا ما يعملوا حظر المباني والغرامات والحوارات دي كلها. تمام. فكل اللي كنا هنعملوه دلوقتي ان احنا هنعمل تعديل لعشه الحمام دي والعشه اللي وراها. اللهم صل على سيدنا محمد. فقط لا غير. فجبنا شوية طوب على كد الحاجة اللي احنا هنعملها. هوريكم برضو الطوب يعني في الفيديو ده ان شاء الله، او ممكن الفيديو اللي جاي اللي احنا برضو جبناه وقتها. بصوا على فكرة، انا هقول لكم النبذة اللي انا هحكيها لكم نبذة مختصرة جدا. اقسم بالله انا مش طالعة ان انا اكيد حد ولا اغيظ حد ولا اي حاجة خالص، مع ان لو اي حد مكاننا واتأذى الاذى اللي احنا اذيناه هيبقى عايز يكيد ويغيظ وينتصر وحاجات كتير خالص. اقسم بالله احنا مش جوانا ده خالص. احنا بس كده عايزين ننشغل بنفسينا ولشغلنا ونركز في شغلنا، وربنا ان شاء الله يكرمنا. ويا رب ان شاء الله اللي اذونا برضو ربنا باذن الله يكرمهم. والله مش قصدي يكرمهم بحاجه وحشه، لا والله ربنا يكرمهم ان شاء الله بالحلو. ولو عملوا فينا حاجه وحشه بينهم بقى وبين ربنا. بصوا بقى، انا طبعا مش هحكي لكم كل حاجه، بس هحكي لكم نبذه مختصره عن اللي حصل معانا، علشان تحسوا بس ان الواحد يعني مفيش حاجه بتيجي بالساهل. تمام. طبعا الفيديو ده يعني ناس كتير طبعا معارفي بتشوفه، وزي طبعا ما في ناس حلوه كده بتشاهدنا وبتحب لنا الخير، اكيد طبعا في ناس بتبقى من جواها نقص. تشاهد كده بغيرة وحقد، وتقعد بقى تفكر انا اذيها ازاي عشان ما تبقاش الحاجة الحلوة دي عنديها، ما تبقاش سعيدة، ما تبقاش. فطبعا دايما البني ادم اللي هو بيبادر باذى الناس ده بيكون جواه اصلا ما يعرفش ربنا. ما يعرفش حاجة عن ربنا. والله لو بيحط المصلاية دي، بصوا، بيحطها كده منظر، لكن من جواه مفيش ربنا. اي حد من جواه ربنا وخايف من عقاب ربنا عمره ما يفكر في اذية الناس، ولا عمره يخطط حاجة وحشة للناس. تمام. المهم نسيبنا من الحوارات دي بقى، لان انا والله قلت لكم ما طلعاش ان انا اضايق حد بالكلام، بس كلام لازم اعبر عنه كده من جوايا. المهم، في اليوم ده بقى تعبنا تعب انا ومحمود، خدنا اليوم كله من صباحية ربنا لحد بالليل واحنا شغالين. علشان العشه بتاعت الحمام كده نظبطها ونهد الفاصل اللي هتشوفوه دلوقتي. وطبعا دخلت شلت الحمام، هتشوفوا دلوقتي الحمام برضو وانا بشيله والحاجات دي. اكمل لكم بقى باقي الكلام. المهم دخلنا بقى العشه التانية اللي هي جنب عشه الحمام دي، وشلنا الجريد ونضفناها علشان الحاجة اللي احنا هنعملها في العشتين دول، في عشة الحمام والعشة اللي وراها. فشلنا بقى الجريد ده كله ورميناه. تمام. وهتشوفوا دلوقتي بقى هنعمل ايه تاني. انا هصرح لكم طبعا الفيديوهات علشان ما بقاش مطول عليكم. في وسط بقى فرحتنا وشجانا واحنا شغالين ومبسوطين ونتمنى من الله صلاح الحال، ناس تاني بقى قاعدة كده اهو تبص على الفيديو بغل وحقد. ويا ريت استكفت بالغل والحقد ده بس والحسد، لا، قاعده تخطط علشان نأذيهم ازاي علشان الناس دي. بصوا بقى نحطمها خالص ندمرها. زي ما بيقولوا حركه ايد محمود دي كانت جايه على الكلام. اللهم لك الحمد يا رب. بصوا يا جماعه، يا اللي بتشاهدوني،
لو كنتوا من ضمنهم الناس اللي اذتني، انا ما طلعش اضايقكم بالكلام، بس انتوا عملتوا فيا الكلام ده، وانا مختصره في الكلام. مش عايزه اذيكم باي كلمه تضايقكم ان حد يسمعها عنكم. انا بس بشرح التفاصيل اللي يا دوبك كده بسيطه من الاذى اللي انتوا سببتوه. يعني مش هحكي كل حاجه يعني، تمام. وكل حاجه عندي مصور فيديوهات وصور وكل حاجه، يعني بالتفصيل الممل مش هنزل ده. رغم على فكرة لو كنت نزلت كل حاجة حصلت معايا في فيديوهاتها والله كانت قناتي كبرت، تمام. بس انا من جوايا الحاجة دي وجعتني. انا مش طالعة ان انا يعني ما كنتش يعني حابة ان انا بالفيديوهات دي مثلا يعني اكبر قناتي بحاجات اصلا وجعاني. طب وليه؟ فاهمين وليه؟ ربنا ان شاء الله يصلح الحال ويصلح حالنا ويصلح حال يا رب كل حد مؤذي. وبدعي تاني واقول ربنا ان شاء الله يبعت فرحة للجميع، والناس اللي اذتني ربنا يبعت لهم فرحة تنسيهم فرحتي. وبتمنى من الله ان هم طول ما هم بيغلوا مني ومن جواهم مش نظيف ما تشاهدوش قناتي، عشان انا والله كل فرحة بنزلها وكل حاجة حلوة بنزلها عشاني وعشان عيالي وعشان جوزي وعشان مستقبل اولادي، تمام. مش منزل عشان اغيظكم ولا على كيدكم ولا اي حاجه خالص، تمام. تمام. على فكره في حاجه عايزه اقولها لكم، يعني انا متضايقه ان انا من غير ما كيدكم انتوا بتكدين. طب انتوا فاهمين وجهه نظري؟ طب انا لو كدتكم انتوا هتعملوا ايه؟ انا والله العظيم ما بكيدكم، انا بس كده ربنا يصلح الحال كده ويكرمنا ونطلع من الدنيا على خير، وفي نفس الوقت برضه ربنا يكرمنا ونمشي من المكان ده على خير، لان انا بتمنى لعيالي يعيشوا في مكان غير ده. وفي الوقت الحالي بقى انا مضطره ان انا اعيش هنا، تمام، لحد ما ربنا يكرمنا. ما ينفعش ان انا اطلع اتاجر بره، فانا مضطره ان انا اعيش في المكان ده لحد ما يأذن المولى لو ربنا اراد ان شاء الله. وربنا باذن الله يكرمنا، لان احنا نيتنا خير ونيتنا عمار. ربنا ان شاء الله يكرمنا في يوم من الايام ويعني ونسيب المكان ده بالجيره بتاعته. بس في حاجة برضو عايزة أنوه عليها، أنا ما بتكلمش عن حد قريبنا، ما بتكلمش عن حد من قرايب أهل جوزي، لأن في ناس ممكن تشك إن اللي أذونا هم، لا بالعكس، أطيب خلق الله أهل جوزي، تمام. ربنا إن شاء الله ما يحرمنيش منهم. ناس في حالهم مش بتوع مشاكل، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من نعم ربنا عليا إن ربنا رزقني بأهل زوج في طيبتهم. فانا الكلام اللي انا بتكلمه ده والمشاكل اللي الناس عملوها معانا ما تخصش ابدا اهل زوجي، تمام. فعشان نبقى كده متفقين في الموضوع ده. هنا بقى وانا بحكي معاكم هقول لكم، هنا بقى كانت الحيطه دي اللي وانت طالعه على السلم، فكنت حابه ان انا اعمل منيها باب، افتح منيها باب، تمام. محمود قال لي خليكي في الباب العشه الاساسي اللي هو بتاع الحمام. قلت له طب وليه اللفه يعني الكبيره دي، ندخل من المدخل ده؟ احنا نسد الباب بتاع الحمام بتاع عشه الحمام الاساسي ونفتح الباب ده هو كمدخل للمكان اللي احنا بنعمله ده. المهم تعبنا والله انا ومحمود في اليوم ده تعب رهيب، وكان تعب بفرحه، تمام. بس زي ما قلت لكم استكتروا علينا الفرحه دي. المهم اشتغلت بقى وساعدت محمود في الحته دي، يعني انا ما ساعدتش كتير يعني جوه في الهد، بس في الحته دي يعني ساعدته. الحاجات دي يعني اكيد بكره وبعد الواحد لما يكبر ان شاء الله كده باذن الله، زي ربنا ادانا عمر ويشاهدها، فاكيد هتبقى ليها احساس كده حلو وليها ذكرى جميله لينا ولاولادنا ان شاء الله. لا تقول لي محمود شايف عرفت تعمل زي كده انت؟ راح يا محمود. المهم زي ما انتم شايفين بقى عملنا المدخل اللي هو الباب، والحيطه اللي هي ورا دي اللي هي البني دي الفاصل ما بين عشه الحمام والعشه اللي وراها زي ما قلت لكم. الفاصل ده برضو هنشيله. وهنا برضو الحيطه اللي هي فيها الشباك الصغنن بتاع عشه الحمام دي شلنا شلنا نصها، تمام. تمام اهو محمود بيقول لكم لايك. النهارده صوتنا بيجي في الشارع كله. كنا الاول نتكلم في الدار او مهما نتكلم حد سمعنا، لكن دلوقتي صوتنا بيجي في الجيران هنا والجيران هنا، ما شاء الله يعني. شويه كده هخليها لكم هو كده. يلا يلا ها
المهم في نفس اليوم وفي يعني اللي احنا بدأنا في الفيديو، كان بقى محمود اشتغل شغل كتير، من ضمنهم الحيطة برضو الفاصل اللي هي دي، واللي هي مفاصل ما بين العشة والعشة، تمام، برضو محمود ايه شالها. احلى كوباية سحلب لابو جودي. عد ازاي، انا حاسه نفسي هوجع فكده. المهم لحد كده بقى محمود كان خلص وهد الحيطه اللي هي ما بين الفاصل اللي قلت لكم عليه، تمام. كان فاضل بقى الحاجات دي عايزه تتلم، فجبنا ناس ان احنا نلمها. هوريكم برضو في الفيديوهات دلوقتي لما جبنا الناس. الحمام طبعا كنت لسه نجلاه زي ما انتم شايفين، يعني وكان مهجهج كده، بس استقر خلاص في العشه اللي هي ايه قدام العشه دي اللي هي فيها سلك قدامكم دي. شايفين بقى منظر السطوح كان عامل ازاي، ما كانش وصل للمرحله اللي انتوا عارفينها دلوقتي. وحبيت برضه اوريكم اللقطه دي اذكركم بيها. في اليوم ده بقى عملت بقى عدس وبطاطس مهروسه وفلفل، كانوا ما شاء الله كده في القعده الحلوه دي. كان حاجه كده يعني جميله خالص ما شاء الله. المهم بقى خلص يومنا على ان احنا ظبطنا العشه دي وهدينا الحيطه اللي في النص وشلنا التستيره بتاعتها والحوارات دي. في يوم تاني بقى جبنا شباب الله يبارك لهم، جم بقى شالوا ايه، شالوا في شكاير الطوب والحاجات دي. المهم في العشه بقى وفوق الصبه، تمام، وبحدد لكم بقى فوق الصبه شايفين السلم الحديد ده، في وراه سلم تاني ظهر، بس السلم ده فوق سقف الجيران اللي هم سقفهم من غير صبه، بس السلم ده فوق ايه، فوق صبه، تمام. السلم التاني طوله اكتر من 4 متر تقريبا، سلم حديد تجيل حتى موجود عندهم على سقفهم، وحاطين بسبب السلم ده وتحت السلم ده دجار حديد، تمام. بسبب السلم ده محطوط ايه، دجار حديد. والسلم ده مين حاطه، الجيران كانوا حاطينه زمان مش احنا، تمام. المهم نسيبنا بقى من الموضوع ده واقول لكم حصل ايه تاني. هنا بقى كان في يوم تاني بعد ما الناس نظفت، تمام، في يوم تاني بقى نظفنا بقى المكان، وكنا وقتها ربنا كرمنا وجبنا لنا توك توك طوب، تمام، ونقول يا مسهل. بصوا بقول لكم ربنا كرمنا لانه والله كل حاجه عملناها بتعب وشقى وما جاتش بالساهل، والله ما جت بالساهل ابدا، تمام. فجبنا بقى التوك توك ده علشان نكمل بيه تكمله للعشش بتاعت ايه اللي هم فتحناهم على بعض دول. احنا اصلا زي ما قلت لكم السطوح بنينه من زمان، الغرفه اللي هي فوق السطوح دي برضو مبنيه من زمان، تمام. فده كان ما هو الا تكمله للعشتين اللي احنا ايه فتحناهم على بعض. كنت بصور وفرحانه جدا وبقول بسم الله ما شاء الله. بس عايزه اقول لكم الواحد ما ينفعش يعيش من غير ابتلاءات. الابتلاء ده بيبقى وراه اجر من ربنا كبير ووراه عوض. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طبعا بقى زي ما انتم شايفين الحته المفتوحه دي كنا طبعا هنسدها، تمام. الطوب ده زي اللي انتم شايفينه ده برضو محطوط على الصبه، ادينا اهو باكد الطوب اللي قدامكم ده احنا كنا رصينه وحاطينه فوق صبه. وزي ما انتم شايفين الشباك ده كان محمود حابب ان هو يسده، انا كنت بصراحه ما حباش. بوريكم بس المنظر كان عامل ازاي قبل ما نكمل تكمله ايه. والسطوح زي ما انتم شايفين، والاوضه اللي كانت مبنيه قبل ما تتهد برضو كانت موجوده. كان السطوح كده ابتدى يبقى فيه روجان بسم الله ما شاء الله وشكله جميل. وحلمنا ادينا اهو بناخده واحده واحده، باذن الله تكمله حلمنا ان شاء الله ربنا يرزقنا انها تكون في مكان تاني غير ده. وبص كل شويه اقول لكم الكلام ده، بس في حاجه عايزه اقولها لكم، ده نعمه وفضل وكرم وكتير علينا اللي احنا فيه دلوقتي في الوقت الحالي. يعني ربنا يعني كتير علينا الكرم اللي اداهولنا. مش معنى كده ان انا مثلا مستجله ولا كده، لا لا بالعكس، بس ربنا يرزقنا ان شاء الله ونعمر ونروح مكان غير ده. هنا بقى كان نجي بقى الاستاذ رشاد البنا ربنا يا رب يبارك له. كان هنا محمود عايز يسد الشباك ده، قلت له محمود بالله عليك، قال لي ارحب وراك كراكيب، قلت له محمود الكراكيب دي هتشال والمكان ده يبقى نظيف، تمام. فانا كنت حابه ان في شجرتين معينين كده هو من بعيد يدوا كده منظر حلو من الشباك وراحه نفسيه كده الواحد يستمدها باذن الله. قلت لكم كتير ان الواحد يحاول على قد ما يقدر ان هو يعمل الحاجه اللي تفرحه وتسعده وتسعد قلبه وتهون عليه امور الدنيا. هنا بقى محمود زي ما متعود اي صنايعي يدخل لازم يقعد يعني ايه يناكف، دي ما تنفعش يرحب ولازم يتسد الشباك ولازم مش عارفه ايه. والمهم انا كنت عايزاه بالحجم ده، فهو قال لي لا ما ينفعش بالحجم ده، لازم تصغر الشباك عن كده، تمام.
فالمهم محمود صمم، وفعلا الشباك يعني ايه بقى حجمه صغير، وهقول لكم دلوقتي بقى هعمل ايه فيه. سمى بسم الله بقى عم رشاد جه بقى في اليوم ده والطوب بقى مرصوص زي ما انتم شايفين. كانت اول بسم الله في الاسمنت والرمله اللي احنا هنكمل بيهم تكمل العشش. تمام. كان في الوقت الحالي بقى في الشكاوي وحوارات جايه ومن ناس كده يعني غير معلومه يعني محدش عارفها مين. تمام. شكينا في حد فقعد يحلف بأيمانات المسلمين كلها ان مش هو. بس انا قلت لمحمود انا متأكدة ان هو لو مش باسمه باسم حد تاني. تمام. والحلفان ده برضو يقع عليه لان هو سبب ان هو ايه، حتى لو باسم حد تاني هو سبب الشكوى دي. تمام. فكل واحد عمل حاجة وحشة لحد تأكدوا ان ده هيترد ليكم. تمام. اي حد عاير حد بحاجة في يوم من الايام او عذاب اذوه. تمام. بس المشكله ان الانسان مش بيتعظ ويقول ان زي ما اذيت انا بتاذي. البني ادم المؤذي دايما بيحس نفسه ان هو صح. والاذى اللي بيأذيه ده بالنسبه له ان هو لا ده اخذ حق. تمام. بس تأكد ان هيبعت لك ربنا حد يأذيك زي ما اذيتنا. طبعا الاذى اللي انتوا اذيتوهولنا وقف عندينا، احنا مش ناويين نأذيكم، احنا بس ربنا كده ان شاء الله يكرمنا ويشغلنا باللي احنا فيه ونفسينا ويشغلكم يا رب ويكرمكم ان شاء الله. والله يكرمكم من كل قلبي، مش بقول يكرمكم بحاجه وحشه، والله يكرمكم بالخير وما يبقاش برضو ايه يشغلكم بنفسكم. تمام. وما يبقاش عندكم وقت ان انتوا تنشغلوا بفرحه غيركم. المهم جه بقى هنا عم رشاد زي ما قلت لكم وابتدى بقى يسمي بسم الله وحبيت برضه اصور اللحظه دي وانا فرحانه وكنت مبسوطه جدا. منظر طبعا السطح وقتها كان مكشوف وما كانش فيه حاجات مستراه، فكان منظر الشمس حلو جدا ما شاء الله. انا والله متضايقه على الشمس الكتيره دي اللي كانت جوه السطح. بس برضو كنا مضطرين ان احنا نسطرها التسطير ده. وهقول لكم برضو لان طبعا في ناس كتير ما عرفتش اللي حصل معانا السنه اللي فاتت وكده وما شافتش السطوح احنا ابتدينا فيه ازاي. فبرضو هفهمكم احنا ليه اضطرينا ان احنا نستر الحته دي والشمس تختفي في الوقت الحالي ما تبقاش بالكميه دي. زي ما انتم شايفين اهو بيكمل الحيطان القديمه والشباك اللي هو كنت حباه بالحجم اللي انا عايزاه الكبير. وهنا الشباك بقى اتعمل بس طبعا معمول بحجم صغير جدا. تمام. محمود طبعا قال لهم اعملوا الحجم ده. كنا طبعا بعد الخطوة دي بعديها كده بفترة كده قليلة كنا هنخلص المكان ده والسطحة كده تبقى بمنتهى البساطة وكنا طبعا هنعمل ديكور النوبي اللي انا كنت جايله لكم عليه مش من سنة، كنت جايله لكم عليه من سنتين. لحد الآن ما عملتش الديكورات النوبي اللي انا كنت حابة ان انا اعملها. بس كل تأخيرة وفيها خيرة. ودايما الحاجات دي بتعلم يعني. دايما الحاجات دي الواحد بيتعلم منها. بيتخلي كده في نضج معين بيبقى عقله ما وصلش ليه فبيوصل له. فاهميني. ويبقى برضه رضا برضه بيغمر قلب الواحد. فاهمين. فاللهم لك الحمد يا رب. طبعا هنا كانت الركنه اللي انتوا شفتوها دلوقتي كانت لسه بتتعمل. وهنا كانت اتعملت الركنه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بس طبعا كنا لسه ما شطبناهاش ولا عملنا الردميه فيها. والمكان ده كنت عامله فيه اللي هي المكان اللي قلت لكم هزرع فيه. تمام. والبنات زي ما انتوا شايفين كانوا مبسوطين بقى ويلعبوا في الرمله. ذكرى حلوه. الذكرى دي كانت السنه اللي فاتت وان شاء الله تبقى باذن الله في ذكريات احلى واحلى. ربنا يعني معانا ومعاكم ان شاء الله. ودايما العوض الجميل من الله بينسينا اي حاجه وحشه حصلت معانا في يوم من الايام. اهم حاجه نحمد ربنا ونرضى. تمام. وان شاء الله ربنا هيعوضنا باذن الله ويعوضكم بكل خير. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كان خلاص المكان يعتبر خلص. والاستاذ رشاد وقتها قال لنا هاتوا لي خشب. تمام. مش عايزه اقول لكم برضو الخشب ده ازاي والحاجات دي جت ازاي بس كل حاجه والله جت بتعب. المهم هنا بقى قال لي انا هستر لكم المكان بنفسي بدل ما تجيبوا حد وكده. الله يبارك لك يا استاذ رشاد يا رب يوسع عليك. هفضل والله ادعي لك وادعي لاي حد عمل اي حاجه لينا في يعني في السطوح وشارك معانا ان احنا نعمر. ربنا ان شاء الله يعمر بيته يا رب ويرزقه من حيث لا يحتسب ويفرحهم يا رب ان شاء الله كده باولادهم. هنا بقى ابتدى بقى يظبط السقفيه بتاعت العروج. تمام. زي ما انتم شايفين. وطبعا جودي وسجود هنا كانوا فرحانين جدا ومبسوطين ما شاء الله. وعلى فكرة العيال دي كان برضو ليها يا عيني دور ان تتأثر بأي حاجة وحشة حصلت معانا يعني.
واي حاجه اثرت على نفسيتي فالعيال دي برضو اتاثرت. فربنا ان شاء الله يفرحهم يا رب ويرضيهم ويعوضهم عن اي حاجه كده. كنا يعني كان في توترات كده في البيت بسببها، وهم اتاذوا برضو نفسيا معايا يعني. المهم بقى هنا بقى الاستاذ رشاد حط سطر بقى بالالواح دي. تمام. كان اخر حاجه عملها ان هو سطر الالواح وبعد كده مشي. والمنظر ده بقى هنا كان تاني يوم جبنا له مشمع، وحط لنا بقى مشمع وطبقه اسمنت خفيفه فوق السقفيه علشان ايه؟ عشان الخشب ما يبوظش من اي مطره. وزي ما انتم شايفين الاوضه كانت لسه ما اتهدتش، اللي هي عليها باب دي كانت لسه موجوده. المهم جه في اليوم ده سطر زي ما قلت لكم هنا بقى كان كل تفكيرنا ان احنا هنسطر السطوح كله بالحصر اللي هي البوص دي او الغاب. تمام. هنسطر بيها السطوح كله. كان كل تفكيرنا كده، وما كناش اصلا ناويين ان احنا نعمل اكتر من كده في سقفية السطوح. بس طبعا كان ربنا ليه ترتيب تاني، بس ترتيب تاني جاي من ورا اذى. فيعني بيقول لك يعني كان في مثل دايما بيتقال: لولا الكسورة ما بقت الفخورة. يعني لولا الحاجة اللي اتكسرت ما بقتش الحاجة اللي يعني ما تحسيش بالحاجة السليمة اللي هي ايه تفتخري بيها. فترتيب ربنا كله خير، حتى لو انتوا كان بالنسبة لكم ان ده حاجة يعني مزعلاكم او مضايقاكم، فهتلف وهتيجي في الخير طول ما انت نيتك خير. طول ما انت نيتك ما فيهاش يعني ايه بس ما فيهاش اذى لحد، فربنا يعني ايه هيلف الخير حواليكي من غير ما تحسي فيه كده. تبص تلاقي الخير جه قدامك. بصوا بقى الحيطه دي اللي كانت ورا الركنه اللي احنا عملناها على هنا الاستاذ رشاد الحته دي عملها علشان اللهم صل على سيدنا محمد كانوا مكسرينها بتاعت الونش لما بيجي يطلعوا الطوب. تقريبا الحته دي اتكسرت كذا مره عشان نطلع يعني ايه كان طوب على مراحل لما كنا بنبني سطوح زمان. فالمهم علاها عشان البنات لما تركب فوق الركنه ما فيش حد يوجع منيهم، او اي عيل طلع فوق السطوح في اي وقت ما حدش يوجع. المهم زي ما انتم شايفين المكان اللي انا كنت حابه او اللي كان كنت هعمل لكم فيه مفاجاه السنه اللي فاتت يعتبر كده خلاص. اللهم لك الحمد كده كان جاهز. تمام. او ظهر كده يعني تقريبا. وزي ما انتم شايفين الشجره اللي ورا الشباك دي برضو ظهرت اللي كنت بقول له. بصوا بقى طولت عليكم خالص في الفيديو ده، انا اسفه جدا جدا. بصوا هنخلص الحكايه والروايه دي كلها ان شاء الله الفيديو اللي جاي، علشان الفيديو اللي بعد اللي جاي باذن الله ربنا يمنع الموانع يا رب هتكون المفاجاه باذن الله الحلوه اللي كانت مؤجله من السنه اللي فاتت. حبيت طبعا اقول لكم الكلام ده وامشي معاكم بالتفصيل لحد ما ان شاء الله اوريكم المفاجاه اللي انا كنت حابه اعملها. طبعا المفاجاه دي زي ما قلت لكم تخصني، واللي هيفرح لي الناس اللي بتحبني. طبعا كان نفسي انزل فيديوهات كتير بتفاصيل كل حاجه عملتها على السطح واحده واحده، بس المشاكل دي خلت الواحد ملوش نفس ان هو يصور ولا يعمل اي حاجه. فان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هيكون كماله، واقول لكم السطوح ده وصلت له ازاي عشان متابعيني برضو جداد يعرفوا. وبعد كده ان شاء الله الفيديو اللي بعده هيكون المفاجاه اللي انا كنت هعملها السنه اللي فاتت واجلتها للسنه دي. ادعوا لي كده بالتوفيق، ربنا ان شاء الله يمنع الموانع الوحشه يا رب، ويكرمنا ان شاء الله واياكم بكل خير، ويرزق يا رب كل حد جواه خير يرزقه بالخير، وكل حد جواه شر ربنا يهديه ويصلح حاله ويكرمه بالخير اللي ينسيه خير غيره يا رب. ربنا يرزق الجميع. يلا بقى اشوفكم على خير فيديو جديد، وانا بتاسف منكم ان انا طولت عليكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.